هعمل معاكم النهاردة وصفة بالبطاطا. هعمل معاكم بطاطا بالكاستر. عموما كلنا عارفين ان البطاطا لما بتتشوي وتتاكل كده بتبقى تحفة. امال بقى لو عملناها بالكاستر او بالكريمة هتبقى عاملة ازاي؟ ساعات كتير بنزهق وعاوزين ننوع بقى في وصفات البطاطا. لو عندنا كمية كمان بنبقى عايزين ننوع ونعمل كذا نوع بيها. النهاردة هعمل معاكم بطاطا بالكاستر. طعمها يا جماعة تحفة، تتاكل سخنة وتتاكل كمان باردة. فعلا البطاطا من الاصناف او من الانواع اللي بتليق على كذا حاجة او بتعملي بيها كذا، يعني كذا شكل او كذا صنف. هنعمل بقى النهاردة نوع يجنن. نعملها بسكر معتدل، تحسوا كده ايه بطعم السكر بتاعها وايه، ونظبط سكرها شوية كمان. حتى لو البطاطا نفسها مش مسكرة هنظبطها. انسي بقى اي طريقة عملتيها للبطاطا قبل كده وتعالي معايا ونعمل الوصفة دي، هتبقى ادمان بالنسبة لك. حطوا بقى لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل وصفاتي الجديدة. تعالوا بقى نصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى نشوف عملنا البطاطا اللي تجنن القمر دي ازاي. عايزاكم تجربوها يا جماعة، بجد من احلى واجمل الطرق اللي هتعمليها. وزي ما قلتلك هتاكليها سخنة وهتاكليها كمان باردة، من طعمتها هتدمنيها وهتعمليها طول الشتاء. هيطلبوها منك هتبقى ادمان بالنسبة لهم. الناس اللي مش بتحب البطاطا من بعد الفيديو ده هتعشق البطاطا. يلا بقى نشوف الطريقة. بصوا بقى يا حبايب قلبي، اول حاجة بجيب معايا هنا يعني بصي الكمية اللي انت عايزة تجيبيها جيبيها. تمام، انا معايا هنا كيلو كده او كيلو وربع من البطاطا. تمام، بجيبها وبقشرها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتقشر طبعا، بتغسليها طبعا كويس جدا وتنشفيها، بعد كده بتقشريها. بعد بقى ما بتقشريها كده بتروحي جايه ايه مقطعاها. احنا هنقطعها طبعا، مش هنسلقها زي ما هي كده. هنجيب بقى السكينه بتاعتنا ونقطعها دواير بالشكل ده. هنقطع كل الكميه بتاعتنا بدواير كده، شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، بعد كده بعد ما بنقطعها بقى كده بنجيب بقى حله ونحطها على النار، وبنحط يعني ما تقيديش النار دلوقتي، هنحط بس المكونات الاول في الحله. بعد كده بتقيدي النار وتوطي عليها. تمام، اول حاجه بنحط البطاطا. بعد كده بعد ما بحطها بنزل عليها كوبايه كبيره من الميه. بعد ما بنزل كوبايه من الميه بنزل بقى هنا لو البطاطا بتاعتك سكرها يعني لو دلع شويه زودي لها سكر. انا زودت هنا 3 معالق كبار من السكر. بعد كده بتغطي عليها وبتسيبيها على نار هاديه لغايه بقى لما تتسلق معاكي وتبقى زي البطاطس كده المهروسه. لما بتيجي تهرسي البطاطس بتلاقيها مهروسه كده بالسوق. انا عايزاها كده، شايفين شكلها؟ تكون بقى شربت كوبايه الميه خالص والبطاطا اتسلقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده حبايبي بتهرسيها كده انا عايزاها كده مهروسه كده بري. تمام، بتهرسيها. بعد كده وهي سخنه كده، طبعا بتكون لسه سخنه، بتنزلي عليها معلقه كبيره من الزبده، ويا ريت الزبده تكون نوعها حلو. لو ما عندكيش زبده نزلي معلقه كبيره من السمنه البلدي. الزبده او السمنه بتديها طعم حلو كده بتعزز طعمها وبتخليها كده اغنى وطعمها حلو قوي في الاخر. بتقلبي بقى معلقه الزبده مع البطاطا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بجيب صينيه. الصينيه يا ريت بقى لو كانت بايركس هتبقى حلوه قوي في الوصفه دي، لان هتبين لك في الاخر طبقه البطاطا تحت وعليها طبقه الكاستر الكريم اللي احنا هنعملها. بجيب بقى بعد كده بعد ما بحط بقى البطاطا في الصينيه واظبطها، بجيب بقى حله كده او بوله غويطه نحطها على النار. بعد كده بنزل بقى كيلو من الحليب، وانزل عليه 4 معالق من الكاستر، وبنزل عليهم معلقه كبيره من اللبن البودره. واللبن البودره بيخلي قوام الكريمه غني كده وحلو قوي، يعني قوام الكاستر ده غني وجميل قوي. والكريم شانتيه كمان هتنزلي باكو من الكريم شانتيه. تمام، ما عندكيش كريم شانتيه نزلي قشطه بتاعت الحليب بقى او تشتريها اللي انت عايزاه. تمام، بعد كده بزود من 3 ل4 معالق كده من السكر. تمام، عندي كمان ميه ورد. لو ما عندكيش ميه ورد الغذائي ممكن تنزلي فانيليا.
بعد كده بتقلبي بقى كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده. عايزه كل الكلام ده يتداخل مع بعضه كده، تمام. وعايزه القوام ده يتقل شويه يعني، تمام. بعد ما القوام بتاعي بيسخن شويه بنزل برضو معلقه كبيره هنا من الزبده، تمام. بتقلبي بقى الزبده مع الكاستر مع الحليب مع كل المكونات اللي احنا حطيناها زي ما قلت لك. قلبي على نار هاديه، ما تسيبيهاش تروحي تعملي حاجه عشان ما تتلسعش معاكي. بعد كده بجيب بقى البطاطا بتاعتنا اللي احنا وزعناها في الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتحطي عليها بقى قوام الكاستر اللي احنا عملناه كده. بعد كده اي زيادات كده على الطرف بتشيليها عشان ما تتحرقش معاكي كده لما تدخل الفرن، ماشي. بعد كده بتكوني قايده الفرن على درجه حراره 180 يسخن معاكي عشان تدخلي الصينيه على فرن سخن، تمام، في فرن سخن. شايفين شكلها حلو ازاي؟ حبيت بس اوريها لكم من تحت عشان قلت لكم ان صواني البايركس احلى واجمل، بتبين قوي حلاوه الوصفه دي. بعد كده حبايبي بتاخدي الصينيه وبتدخليها بقى في الفرن، بتقيدي عليها الفرن كده من تحت من ربع ساعه كده لتلت ساعه. بعد كده بتقيدي عليها الشوايه دقيقتين كده، ما تسيبهاش وتنسيها بقى لحسن تتحرق من فوق. ايدي عليها الشوايه دقيقتين بس، تمام. بتاخد بقى معاكي اللون القمر اللي انت شايفاه ده. اول ما بتطلعيها من الفرن بتقطعيها بقى وبتقدميها كده وتاكليها في الشتاء، هتدفيكي دفى مش ممكن. ولو حطيتيها في التلاجة هتجمد بقى، طبقة الكاستر اللي فوق دي بتجمد عليها، والطبقة كمان بتاعة البطاطا بتبقى متماسكة كده وطعمها يجنن، احلى من التشيز كيك كمان. عايزة اقول لكم يا جماعة طعم رهيب رهيب رهيب، لازم تجربوا البطاطا بطريقتي، حلوة قوي. هتنسي كل طرق البطاطا اللي انت عملتيها في حياتك، جربيها ومش هتندمي. شايفين الشكل عامل ازاي؟ الطبقتين فوق بعض يجننوا. عايزة اقول لكم انا بدوق معاكم كده مش قادرة اوقف من يعني مش قادرة اوقف اكل من جمالها. عايزة اخلص الحتة دي وانا معاكم كده. حلوة قوي يا جماعة، تجنن. هتلاقي نفسك كلتي حتة واتنين وتلاتة وانتي مش حاسة من جمالها. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. بحبكم قوي، استنوني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد، ومع السلامة وباي باي.